السلام عليكم ورحمة الله. قبل فترة قريت خبر أن وفد من الجامعة العربية سيذهب للتفاوض. ففرحت حقيقة، قلت ما شاء الله الجامعة العربية تحركت وأخيرا راح تحل مشاكل الأمة العربية وراح يكون يعني مردود إيجابي على الشعوب. لكن لما كملت الخبر لقيت أن الوفد التفاوضي اللي تشكل من الجامعة العربية ذاهب إلى أوكرانيا لإيجاد حل سلمي للحرب الأوكرانية الروسية. والله شيء محير، يعني أليس هذا الوفد التفاوضي الأولى يذهب إلى أبناء جلدتنا وإلى ثاني أقدم قضية إشكالية في الأمة العربية، وهي يعني العلاقات المغربية الجزائرية؟ أليس الأولى أن يذهب هذا الوفد التفاوضي إلى بنغازي وإلى طرابلس في ليبيا؟ يعني شيء عجيب وغريب. يعني احنا يعني نحل مشاكل الغرب، بينما مشاكلنا صار لها سنين مقطوعة بسببها صلات رحم الشعوب ومقطوعة أرزاق الشعوب وتدفع ثمن ذلك الشعوب. والجامعة العربية تتحرك وتجتهد في حل مشاكل العالم ومشاكل أخرى. شيء عجيب وغريب والله.